غريبة اللي صايرة في الفترة الأخرانية في التيك توك والفيسبوك والانستغرام والسوشيال ميديا بصفة عامة، هي كمية الكره والنقمة اللي ولات مزروعة في العباد، وتراهم من الصغرى برتاجيو في حاجات متاع فلان لازمك تقاطعه، فلان لازمك ما تكلموش، اللي ما كلمكش ما تكلموش، اللي ما جاوبكش ما تجاوبوش. كمية كبيرة معناتها متاع ستاتويات وتصاور وببليكاسيونات يحكيوا على الكره، وكيفاش وصلوا يدخلوا حتى في نية العبد. قال شنو معناتها يحلوا الشخصية خاطر تبعوا الموجود تو، وفلان شنو كتب على خاطره معروف، ولا يتبعوا فيه برشا عباد معناتها زعما فاهم الحياة بالنسبة ليهم. الكمية هذه متاع الكره تسبت في برشا مشاكل، وزرعت في قلوب العباد الكره والبغض والحسد، وخلات الغيبة والنميمة والعرك قاعد يزيد من غير ما الناس تشعر. نصيحة ما تختصش برشا مع الحكايات هذوما، تلقى روحك ناقم على العباد وكاره العباد الكل، ومش عاجبينك الناس الكل. اي انسان يعمل لك اي جيست صغيرة تولي تقرا لها في حسابها. صحيح اللي ظلمك لازم تاخو حقك، واقرا حسابك قبل ما تتكلم على اي انسان في بوبليكاسيون ولا في ستوري ولا في اي حاجة، كونك الحكاية هذه باش تتحاسب عليها نهار اخر قدام ربي. خليك صافي مع الناس الكل، وكان غلطت في حق انسان اطلب منه السماح، وكان انسان غلط في حقك تنجم تحكي معاه. وخليك بعيد عن المشاكل على قدر المستطاع، بالرغم ما هيش حاجة سهلة نعرف. خليهم الكل على جنب وعيش حياتك، والوقت قاعد يجري.